تفاصيل صغيرة بتصنع فرق كبير. رح نتعلم اليوم مع بعض الكيك بوبس، راس العبد يلي يعني ما منفوت محل كيك إلا كلياتنا نشتري منه. عندي زوايد كيك، أي كيك عندك ياه، يعني إما مثلا كيك ما نجح معنا، ما نفاش. زاد عندي هون كيك أنا من القالب اللي عم ساويه، أنا هون حطيته بالعجانة بمضرب الكف مو بالخفاقة. عندي 300 غرام زوايد كيك اسفنجي أو أي كيك عندك يا يعني. نحن هيك بالمحلات منساوي من زوايد الكيك بوبس. وعندي تقريبا نص كوب كريمة سائلة، لأنه أنا عندي هون الكيك كتير يعني ما فيه لا زبدة لا زيت، فأنا هون اضطريت أحط نص كاسة كريمة. انتي على حسب الكيك اللي عندك يا بتضيفي السوائل، فيكي تضيفي مربى المشموش مثلا، فيكي تضيفي مكسرات، هاي الإضافة حسب الرغبة. بس أنا هون عم بعمل لك الطريقة العادية، وأنتي الإضافات على حسب الرغبة. بدي أحصل على هذا القوام حتى تتشكل معي كرة، ما بدها تكون نسبة السوائل فيها كبيرة، وبنفس الوقت كمان ما بدها تكون ناشفة عم تشقق. هلأ أنا بستعمل الميزان، صراحة أنا الميزان دائما يعني هذا ما بقدر بدونه، حتى تطلع عندي كل كرة قد التانية. يعني يفضل حجمها بين 35 ل50 جرام، أنا هون اخترت 50 جرام. بحط نقطة مي على إيدي حتى ما تلزق وتعطيني هيك سطح أملس، وبعدين بحط الأعواد بشكهم بالكيك بوبس. إذا حسيتيهم بدهم يفلتوا منغطسهم تغطيسة بالشوكولا، بعدين منحطهم بالكرة. هلأ الشوكولا لازم حطلها معلقتين زيت نباتي لحتى وقت اللي بدنا نعضل الكيك بوبس ناكلها يعني ما تكسر عندي الشوكولا وتهرهر أو تنفصل عنها. الزيت الأبيض النباتي ضروري مع الشوكولا حتى يتغلف كل الكرة وما يروح منها الشوكولا. وبهالطريقة، ولازم عندي ورق زبدة أو ورق جيلاتين نايلو تحت الشوكولا لسهولة إني قيمة وحطها. إذا حطيناها فورا على الصحن رح تلزق وما عاد تنقام معي، بجوز تكسر. وبعدين بفوتهم على البراد تقريبا يعني نص ساعة زمان ساعة زمان لحتى يبردوا. وإذا بدي حط عجينة سكر أو أي شي بدي زين فيه قبل ما تجمد الشوكولا فورا بزين. وإن شاء الله صحة وألف هنا.